السلام عليكم. عادةً أنا مش باعمل النوع ده من الفيديوهات، يعني ما باعملش الوصفات اللي هي بابقى واخداها من حد وأقلدها علشان خاطر شكلها حلو أو إن هي سريعة أو بمكونات بسيطة جدًا، بس بصراحة الفيديو ده بالذات استفزني. ابني جاب لي الفيديو ده وقال لي: "ماما لو سمحتِ اعملي لنا حاجة كده في 5 دقايق، حاجة حلوة ناكلها، حاجة كده ما بين الدوناتس وما بين الزلابية." فشُفت الوصفة لقيتها غريبة جدًا، إن هي 3 مكونات بس وفي نفس الوقت سريعة أوي، في 5 دقايق كنت مخلصاها، فقُلت أمّا أجربها. وفعلًا جرّبتها، جِبت كوباية زبادي 200 مِلّي زي ما قالوا، وحطيت عليهم كوباية دقيق اللي هو جميع الاستخدامات، وحطيت كمان عليه معلقة بيكنج باودر صغيّرة زي ما قالوا، وقلّبت كل ده كويس أوي لحد ما وصلت لعجينة، عجينة ما بتلزّقش، يعني عجينة الزلابية عمومًا يعني لازم تكون هي عجينة سايلة شوية، حتى لو مش هنحط خميرة بنحط بيكنج باودر بس لازم تكون سايلة شوية. المهم سمعت كلامهم وعملت بقى كده، وكل ما أحس إن العجينة لسه ما جمدتش يعني ولسه ما بقتش زي ما هم قالوا، أحط معلقة دقيق، يعني وصل كده المجموع في الآخر لحوالي كوباية وربع، كوباية ونص من الدقيق، وعجنتها كويس أوي، وبعد كده بقى كورتها زي ما قالوا بالضبط. وأحلى حاجة قالوها إن هو مثلًا بتكوري كله مرة واحدة، وبعد كده بتحطيه في الزيت كله مرة واحدة، عشان يعني ما تعملش مثلًا أشكال كده غريبة وحاجات كده في الزيت. وبصراحة من كتر ما أنا كنت فرحانة من سهولتها، إن أنا بقيت أقطّع كده قطع العجين يعني أي حاجة عشوائي، وكنت عايزة أمشي على ال5 دقايق اللي قالوا عليهم بالضبط، وبقيت أكوّر بسرعة، بسرعة وأخلّصها، لدرجة إن هُم قالوا إن هي مش محتاجة حتى تتغطّى، لإن الوش مش هيلحق إن هو ينشف. وجِبت زيت زي ما قالوا بالضبط، وعلى نار فوق المتوسطة بدأت أحمّر بقى، مش عارفة الدوناتس والّا الزلابية، هي لا كده ولا كده بصراحة. ودي بقى بصراحة إضافة منّي إن أنا طول ما هي على النار باقلِّب على طول، مش سايبة التقليب علشان خاطر طبعًا إحنا عارفين الحتّة اللي هتتحمّر هتبقى أخَف من الحتّة اللي ما اتحمّرتش، فهنيجي بعد كده نقلِّبها مش هينفع. بجد يا جماعة أنا مش عارفة أقول لكم إيه، أنا بصراحة باعتذر جدًا للناس اللي هي ممكن تكون اتضايقت زيي، لإن أنا كنت ممكن ما انزّلش الوصفة دي وأقول لأ خلاص هي باظت وهارميها وخلاص، لكن أنا نزّلتها مخصوص علشان مش أي حاجة نشوفها في أي حتة نقلّدها ونقول آمين يعني، هي دي وصفة وحلوة وخلاص. ده غير إن في وصفات سهلة وكل حاجة، بس بتبقى منطقية شوية. ولحد كده برضه أنا كان لسه عندي أمل إن هي تنجح وتبقى جميلة، يعني شِلتها من الزيت وقُلت يمكن لمّا المناديل دي تتشرب الزيت شوية تخِف شوية، بس أنا وأنا شايلاها حاسة إن هي تقيلة، تقيلة يعني إيه، يعني مكتومة من جوّه، مليانة عجين، بس قُلت برضه يمكن. حطيت التانيين وبرضه ما خدوش على فكرة تحمير 3، 4 دقايق بالكتير أوي على النار، وكانوا متحمّرين وزي الفل، ومن برّه فعلًا مقرمشين جدًا، بس بقى المفاجأة هاقول لكم عليها. وخلّصت الكمية كلّها، وبعد كده حضّرت بقى الشربات أو السيرب بتاع الزلابية اللي هو بيبقى تقيل شوية، بس قبل بقى ما أحُط عليها الشربات والشوكولاتة والحاجات دي، عايزة بس أسمّعكم صوت القرمشة هي قد إيه مقرمشة من برّه، اسمعوا معايا. شكلها حلو ومقرمشة لكن من جوّه مكتومة أوي، بجد حرام إن هُم يطلّعوا وصفة زي دي ويقولوا عليها إن هي خطيرة وحلوة، أنا عندي يطلعوا ويقولوا إن هي ما نجحتش، أحسن ما هُم يطلعوا ويقولوا حلوة يا جماعة وجرّبوها. يالّا الحمد لله والسلام عليكم.